ازيكم كل متابعين قصة فيلم؟ معانا النهاردة فيلم جديد، بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي الأول وجهزوا شوب القهوة التمام ويلا بينا. فيلمنا النهاردة بيبدأ مع طفل صغير وهو في الأوضة بتاعته، وبنشوفه وهو بيعيط والدنيا كانت ضلمة وبيظهر كده خيال مريب، والطفل شافه وقعد يعيط أكتر، وفجأة الخيال ده بيقرب عليه وبيسكته للأبد. وبعدها بنشوف سادي وهي زعلانة على موت مامتها، فقررت انها تفتح دولابها لاول مره بعد وفاتها، واخدت منه فستانها اللي كانت دايما بتلبسه. وابوها بيكون دكتور نفسي، وكان بيحاول على قد ما يقدر انه يهتم ببناته بعد موت مراته. اما اختها فكانت طفله صغيره وبريئه ورقيقه جدا، وكل كلامها حقيقه. ومن ساعه ما مامتها توفت وهي خايفه من الدولاب، وبتقول ان في بعبع بيطلع منه بس محدش بيصدقها. تاني يوم ابوهم بيوصلهم لمدرستهم، وسادي كان بقالها فتره ما بتروحش المدرسه من يوم موت مامتها، وكل اصحابها كانوا بيواسوها، بس كانت في واحده اسمها ناتالي كانت دايما بتضايقها وبتوعي الاكل على لبسها. وسادي طبعا بتزعل على فستان مامتها. في الوقت ده ابوها كان رجع البيت، وبيدخل عليه واحد وبيترجى انه يساعده، وبيقول له انا مش عارف احكي ايه واشكي لمين. والدكتور بيوافق انه يسمعه، والراجل بيقول له بكل خوف انا فعلا محتاج مساعدتك، بس قبل ما احكي لك حكايتي اقفل الدولاب ده. والدكتور كان مستغرب في الاول، بس قفل الدولاب وطلع له السماره عشان يملاها، وبيقول له انه هيسجل الحوار اللي هيدور ما بينهم، وده اجراء روتيني. بعدها قال له ان الحكايه بدات لما بنت الرضيعه توفت بمتلازمه، وان في خلال سنه اطفاله الاثنين اتوفوا ورا بعض، وان هو ما كانش فاهم الحكايه في الاول. وبنته الكبيره رسمت له الكائن ده وما كانش مصدقها، بس بعد ما ماتوا صدقها لانه شافه بعينه. والدكتور ما كانش فاهم اي حاجه، وكان فاكر انه متاثر بسبب موت اطفاله. ولسه بيقول له انت عارف ايه ده، وبيكمل كلامه بيقول له ده اللي بيطلع لعيالك وانت مشغول عنهم. والدكتور بيتفاجئ وبيقول له ثواني وجاي تاني، وبيتصل بالشرطه وقال لهم انا عندي واحد مجنون وشكله كده ما يطمنش. بس هو بيتكلم بيلاقي الباب اتفتح ولسه ما كانش موجود. في الوقت ده سادي رجعت للبيت وحطت فستان امها في الغساله، بس ما بتاخدش بالها ان ليستر كان واقف، وهي راجعه على اوضتها شافت خياله فافتكرته ان ابوها. وفجاه بتلاقي دم خارج من تحت عقب الباب، وبتخاف وبتقع على الارض. بس بنشوف الوان كتيره مع بعض، وبتفهم ان الالوان الرسم بتاع امها، وبتقوم تفتح الباب وبتلاقي الدنيا متبهدله في اوضه امها، وحاجات امها متبعتره في كل مكان. وبتسمع صوت رزع وخبط في دولاب امها، وبتقوم وهي مرعوبه وكانت فاكراها ابوها، وبتفتح الباب بسرعه لكن ما بتلاقيش حد، وابوها بيروح لها وكان لسه هيقول لها ان في راجل مجنون في البيت، لا متعلق قدامه. وسادة فضلت تصرخ، والشرطه بتوصل، وسوير اختها كانت راجعه من المدرسه وشافت اللمه قدام البيت، وكانت خايفه تكون خسرت ابوها واختها، وبتدخل البيت وهي مرعوبه. وفي الوقت ده الشرطيه كانت بتحقق مع ابوها، وبيقول لها كان باين عليه انه مضطرب نفسي علشان يعني عياله الثلاثه اللي ماتوا ورا بعض، وخصوصا انه كان بيقول ان اللي قتل عياله كان بيطلع في الضلمه. والشرطيه قالت له تلاقيه ما استحملش موت عياله وقتل نفسه. بس سادي كان لها راي تاني، وبتقول انها حاسه انه ما قتلش نفسه، وانها سمعت صوت رزع وخبط كأن في حد بيتخانق مع حد، بس طبعا ما حدش بيهتم بكلامها. وابوها قال لها تاخد اختها وتطلع. وبالليل بيدخل سوير اوضتها وبيقول لها انت ازاي بتنامي في النور ده كله وهو مفتوح؟ وسوير قالت له انت ما تعرفش حاجه، ولو قلت لك ما بتصدقنيش. قوم شوف الدولاب فيه شبح. وابوها مش بيهتم بكلامها وبيطمنها وبيخرج. وبعد شويه بتلاقي ايد الدولاب بتلف لوحدها، والدولاب اتفتح وكمان خرجت منه حاجه وجريت تحت السرير. وسوير كان قلبها جامد، وبتنزل الاباجوره اللي في ايديها تحت السرير عشان تشوف في ايه اللي جرى، وكمان بترمي الاباجوره ناحيه المكان اللي حاسه ان فيه حاجه، وكان فعلا في حاجه، وبتشدها على الارض. وفي الوقت ده سادي كانت في اوضتها وبتتفرج على واحده بتعلمها ازاي تحضر روح امها، وبتقول لها ولعي شمعه وفكري في ذكرى ليكم سوا وغمضي عينيكي، وبعدها اسالي الروح لو موجوده حركي النار ناحيه الشمال. بس بتدخل عليها سوير وبتقول لها ان في حاجه تحت السرير، وان هي شدتها من على السرير وقعتها على الارض. وسادي بتلاقي ان بقها متعور، وبتقول لها ان ضرسها عاوز يتخلع، وبتقعدها على الكرسي وبتربط ضرسها بخيط وبتوصله بأكرة الدولاب، وبتقول لها انها تقفل الباب مره واحده وضرسها هيتخلع ومش هتحس بيه. وسوير قالت لها تعد من 1 ل3 الاول، وهي بتتكلم معاها الباب بيتقفل لوحده. وسادي بتتصدم لما الباب قفل لوحده، بس سوير كانت فكرها ان اختها هي اللي قفلت الباب. وسادي كانت بتحاول تصالحها وتنيمها، واليوم ده نامت جنبها، لكنهم ما بياخدوش بالهم ان الضرس اللي اتخلع كان بيطلع لوحده من باب الاوضه. وتاني يوم بيروحوا كالعاده للدكتوره النفسيه، وسوير كانت عندها فوبيا من الضلمه وده طبيعي، دي واحده بيطلع لها كائن كل يوم من الدولاب. والدكتوره كانت بتحاول تعالجها، بس البنت كانت مرعوبه وعماله تقول لاختها انها مش عايزه تتعالج وانها خايفه. وسادي عماله تقول لها ما فيش حد غيرنا، وان الكائن ده في خيالك انت بس. لكن فجاه سوير بتشوف الكائن ده في السقف، وكان كده حاجه شكلها سودة وفاتحه بقها، وبتقول لاختها قومي بينا نمشي بسرعه، لحد ما فجاه قرب منها والبنت عملت حمام على نفسها. ولما بترجع البيت كانت خايفه وقاعده لوحدها، وبتسمع سادي جنبها وبتقول لها انت كويسه؟ وسوير بترد عليها وبتقول لها انها بتحاول تنام وما تفكرش في اللي حصل، بس طلعت انها بتكلم نفسها، وسادي ما كانتش جنبها اصلا. وسادي كانت تحت في مكتب ابوها، وقررت تعمل سيرش عن الراجل اللي اسمه ليستر اللي جه لابوها، وبتسمع الحوار اللي دار ما بينهم، وبتشوف الكشكول اللي كان معاه، وبتلاقي ان فيه صفحه مقطوعه، والصفحه اللي بعدها فيها رسمه مطبوعه بس ما كانتش باينه.
وبتجيب قلم رصاص وبتعلم عليها كده بالراحه وبيظهر صوره الكائن. وكمان سمعت ليستر وهو بيتاسف لبناته وبيقول لهم انه كان غلطان انه ما صدقهمش، وفجاه بيقعد يصرخ جامد. اما سوير كانت بتدور على اختها وسمعت صوت قريب منها وبتنزل الاباجوره علشان تشوف الحكايه، وبعدها بيظهر جنبها والاباجوره بترجع لها بس بتبقى مكسوره، وبتجري على اختها وبتضربها وبتقول لها انت بقى اللي عماله تخوفيني. وسادة بتتخض منها وبيقع منها الكشكول بتاع ليستر. وسوير بتشوف الكائن، وهنا بقى سادي بتعرف انه نفس الكائن اللي اختها بتشوفه. وتاني يوم بتاخد صاحبتها على بيت ليستر وكانت عايزه تقابل مراته، ولما بتدخل بتلاقي الدنيا متبهدله والمكان تحس انه مهجور، وبتلاقي مكان ضلمه وقدامه كشاف كبير. ولما وصلت الفيشه بتلاقي الدولاب وشافت سقف البيت كله وفروع غريبه كده عليه. ولما طلعت على فوق بتلاقي طرقه طويله وفيها شمع كتير، وبتكمل لحد ما وصلت لباب مقفول. واول لما فتحته بتلاقي كاميرا وصورتها، واول لما شافت صورتها بتلاقي حد جنبها. وفجاه بتسمع صوت وراها وبتطلع مرات ليستر وبتقول لها انت مين وعايزه ايه. وسادي بتوريها صوره الكائن وبتقول لها الورقه دي كانت مع جوزك قبل ما يموت، واخته الصغيره بتشوفه. والست قالت لها ان عيالها كمان كانوا بيشوفوه وانها ما كانش بتصدقهم، وانهم كانوا مسميينه زي البعبع، وانه بيطلع البني ادمين المكسوره واللي بيبقى قلبهم ضعيف وبيخافوا. وبتعرفها ان الكائن ده بيحب يلاعب البني ادمين قبل ما ياخدهم، وكمان بيقدر يتكلم ويقلد اي صوت وبيفضل وراها لحد ما بيخلص عليه. وفجاه بتقول لها ما تتحركش عشان هو وراها، وست بتقول لها بصوت عالي هقتلك زي ما عملت في عيالي. وبسرعه سادي بتجري على بره وما بترضيش تحكي اللي حصل لها لصاحبتها. ولما رجعت البيت اختها بتقول لها مالك انت شفتيه ولا ايه. وسادي بتقول لها بزعيق لا، والكائن ده مش حقيقي اصلا. وبتدخل اوضتها وبتقفل الباب، واول لما بتلف الباب بيتكسر وبيدخل كائن وبيهجم عليها. وفجاه بنشوفها وهي بتصحى من النوم، وتاني يوم بتعزم صحابها عندها، وابوها كان فرحان ان اخيرا هتفوق لنفسها وانها تحاول تعيش وتنسى امها. ولما اصحابها وصلوا كان معاهم نتالي وقعدوا في الاوضه وقفلوا عليهم الباب واتفقوا ان هم يشربوا مخدرات. ولما جه الدور على سادي شربت وفضلت انها كح وتعبت جامد، وبتجري على الحمام وبتطلع خيط طويل من بقها، وبيبقى في اخر الخيط ده ضرس اختها وما كانتش عارفه امتى وازاي دخل عندها. وبيدخلوا عليها اصحابها بكاميرا امها، وسادي بتتضايق وبتاخدها منهم. وبعدها نتالي بتقول لها انها عايزه تشوف الدولاب اللي الراجل موت نفسه عليه. ولما بتاخدهم على اوضه امها نتالي بتزقها وبتقفل عليها الباب، وسادي كانت هتموت من الخوف وعماله تخبط وبتقول لهم افتحوا الباب بسرعه. وفجاه الكائن ده ظهر لها، وسادي كانت هتموت من الرعب. واول لما فتحوا لها الباب وقعت على الارض من الخوف، ونتالي بتسخر منها ومن خوفها. وسادي بتقوم بسرعه وبتضربها بالقلم، ونتالي بترد عليها انهم مش بيحبوها، وصديقتهم بيساني هي اللي كانت بتتحايل عليهم عشان يكلموها، وبيسيبوها في الاخر وبيمشوا. وفي الوقت ده سوير كانت بتلعب بلاي ستيشن، والكائن بيظهر لها وبيشيلها في الهواء وبيجيبها يمين وشمال، وبعدها بيحدفها على الشاشه وبيغمى عليها. وابوها وسادي بيسمعوا صوتها وبيجروا عليها. وسوير بتفوق وهي في المستشفى وبتقول لاختها سادي ان الكائن ده كان عاوز يقتلها، وسادي بترد عليها وانها مصدقاها عشان هي كمان شافته، وبتتاسف لها انها ما صدقتهاش في الاول. وبعدها بتكلمها مرات ليستر وبتقول لها انها عرفت الطريقه تخلصها منه وانها عايزاها انها تروح لها. وبعدها سادي بتروح لابوها وبتقول له ان سوير مش مجنونه، وان الكائن اللي بتقول عليه ده حقيقي، وانها شافته بنفسها في دولاب امها. وابوها طبعا ما بيصدقهاش وبيقول لها انه شافها وهي بتشرب سجاير وانها مش في وعيها. وسادي قالت له انا هتعب نفسي ليه، انت اصلا مش هتصدقني. وبتروح لمرات ليستر وبتقول لها ان الكائن ده كان هياخد اختها، وبترد عليها مرات ليستر وبتقول لها يبقى اكيد انه جعان ولازم نظهر قوتنا، انا عملت له فخ زي اللي كانوا بيعملوها للدببه زمان، والفخ ده بيكون معمول على الحيطان والارض. وفجاه بتهجم على سادي وبتضربها وبتربطها في الحيطه، وبتقول لها ان الطريقه دي الوحيده اللي هصطادوا بيها، وبتسيب البنت وكانت منهاره. وشويه فعلا بيجي الكائن وبيخبط في الفخ، وبعدها بتطلع مرات ليستر وبتعتذر لها على اللي عملته. لكن فجاه بيهجم الكائن ده على مرات ليستر وبتفضل انها تنادي على سادي، لكن سادي بتقوم بسرعه وبتجري على بره، والكائن ده بيجري وراها. وسادي اتكعبلت على السلم وبسرعه بتشغل الكشاف ناحيته، وبعدها خرجت على بره وهي مصدومه، وبتتصل على ابوها وبيعرفها انهم مروحين على البيت. فبتصرخ فيه وبتقول له يبعدوا عن البيت بسرعه، وطبعا ابوها مش فاهم حاجه وبيقول لها ارجعي انت بس على البيت بسرعه. واول لما بيفتح باب الشقه سوير بتشوف الكائن ده وبسرعه بيسحبهم على جوه، وسادي بتجري بسرعه على البيت. ولما بتوصل بتلاقي الدنيا ضلمه، وبنشوف نور طالع من تحت الباب، وبتلاقي سوير بتصرخ وبترشها بسبراي في وشها. وسادي بتقول لها ما تخافيش، وسوير بتقول لها اكدي لي ان انت سادي. فسادي بتحكي لها عن موقف حصل ما بينهم، وبتفتح لها وبتطمنها وبتقول لها ان الكائن ده ما بيجيش على النور. ولما سادي سالتها عن ابوهم قالت لها ان اخد البدروم، فبتقول لها ما تخافيش وبتروح عشان تنقذ ابوها. ولما نزلوا تحت بتلاقي الكائن ده معلق ابوها في السقف، وفجاه بيسيب ابوهم وبيهجم عليهم، وسوير بتقع وبيغمى عليها. وسادي بتحاول انها تضربه الخشبه بس بتتكسر،
وبيهجم على سادي، وبنشوف ان في ايد بتطلع كده من بقه وبتسحب روح سادي، بس ابوهم بيفوق في الوقت المناسب وبيضربه، والكائن ده بيضربه ضربه وبيطيره بعيد، وسوير بتفوق وبتجري، بس السلك بتاع النور بتاعها بيتقطع وبتبقى خايفه جدا، بس ابوها بينور بالولاعه وبيجروا عليه بسرعه، ولما جت تقومه كانت رجليه مكسوره وما بيقدرش انه يقوم معاهم، وبيتاسف لهم انه ما صدقهمش في الاول، بس فجاه الولعه بتطفي وسادي فضلت تحاول معاها، ومع كل تكه كان بيقرب عليهم الكائن، وفجاه برضه الولاعه بتشتغل لوحدها والنار كانت عاليه، وسادي بتفهم ان اللي عملت كده تبقى امها، وده علشان اول ما قالت لها مام النار راحت شمال، وسوير كانت شجاعه ورشت بالسبراي في الولعه والكائن بيخاف منها، وسادي اخدتها فرصه وفضلت تبعده، بس السبراي بيخلص منها، وبسرعه سوير ما تعرفش الفكره دي جات لها منين، وبتاخد علبه البنزين وبترشها عليه، وسادي بيتولع فيه وبياخدهم ابوهم وبيطلعوا بره البيت، وبنشوف البيت كله هو بيولع والكائن بيموت، وبيخلص الفيلم وابوهم قاعد معاهم عند الدكتوره النفسيه، وما كانش عارف يا عيني يقول لها ايه، الله يكون في عونه. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده، ومش هوصيك بقى لو اول مره تشوف افلامنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تشتركوا في صفحه قصه فيلم على الفيسبوك عشان تتابعونا اول باول، هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. سلام.